لم تكن نوال تتذكر آخر مرة اشترت فيها شيئا لنفسها. كانت كلما دخلت محلا لشراء الملابس تتجه عيناها تلقائيا إلى ملابس ابنها، وإذا وجدت قطعة أعجبتها كانت تقول في نفسها: لا داعي، يمكنني شراؤها لاحقا. لكن لاحقا لم يأتي أبدا. كانت نوال امرأة في بداية الخمسينيات، عاشت سنوات طويلة وهي تحمل مسؤولية بيتها وحدها. تزوجت وهي صغيرة وأنجبت ابنها الوحيد ياسين. في البداية كانت حياتها عادية، لكن زوجها بدأ يتغير مع مرور السنوات. أصبح كثير الغياب، سريع الغضب، ولا يهتم بالبيت ولا بالطفل. كانت نوال تتحمل من أجل ياسين. كانت تقول لنفسها: المهم أن يكبر ابني دون أن يشعر أنه محروم من شيء. لكن في إحدى الليالي حدث ما جعل حياتها تنقلب. عاد زوجها إلى البيت غاضبا، وحدث شجار كبير بينهما. قال لها: أنا لا أريد الاستمرار في هذا الزواج. كانت نوال مصدومة. قالت: وماذا عن ابنك؟ أجابها ببرود: دبري راست. خرج من البيت ولم يعد. في ذلك الوقت كان ياسين في 7 من عمره. جلس الطفل بجانب أمه وسألها: ماما، هل سيعود أبي؟ احتضنته نوال وهي تخفي دموعها، وقالت: لا تخف يا بني، أنا هنا. ومنذ ذلك اليوم أصبحت نوال كل شيء في حياة ابنها، أمًا وأبًا وسندًا. كانت تعمل في تنظيف البيوت نهارًا وتخيط الملابس ليلًا. كانت تعود إلى البيت متعبة، لكن عندما ترى ياسين نائمًا تنسى تعبها. وفي صباح أحد الأيام وجدت ابنها يقول لها: ماما، أريد أن أدرس جيدًا حتى أجعلك فخورة بي. ابتسمت وقالت: أنا فخورة بك حتى قبل أن تنجح. لم تكن تعرف أن ذلك الطفل الذي كان يمسك بيدها في كل مكان سيكبر يومًا ويصبح السبب في أكبر جرح لقلبها. كبر ياسين كان ذكيًا وطموحًا، وكانت أمه تفعل المستحيل حتى لا يشعر بالنقص أمام زملائه. إذا احتاج إلى كتب اشترتها، إذا احتاج إلى ملابس وفرتها، إذا مرض بقيت بجانبه. وفي سنوات الجامعة أصبح ياسين أكثر انشغالاً. لم يعد يجلس طويلاً مع أمه. كانت نوال تنتظره حتى يعود، وعندما يدخل تسأله: هل أكلت؟ فيجيب: نعم يا أمي. فتقول: هل أنت متعب؟ قليلاً. ثم يدخل غرفته. كانت نوال أحياناً تجلس خلف الباب تريد أن تتحدث معه، لكنها تتراجع. كانت تقول: يكفي أنه بخير. بعد تخرجه حصل ياسين على وظيفة جيدة. كان أول راتب له مناسبة كبيرة في البيت. دخل إلى المطبخ ووضع بعض المال أمام أمه، وقال: هذا لك يا أمي. نظرت إليه نوال والدموع في عينيها. قالت: لا أحتاج شيئا. فأجاب: أنت تعبت من أجلي طوال حياتك. احتضنته، وفي تلك اللحظة شعرت أن كل السنوات الصعبة لم تذهب سدى. كانت تظن أن ابنها سيبقى قريبا منها مهما حدث، لكنها لم تكن تعرف أن الزواج سيغير كل شيء. في أحد الأيام أخبر ياسين أمه أنه يريد الزواج. فرحت نوال كثيرا. قالت: أخيرا سأراك عريسا. كان ياسين سعيدا، وقال لها: وجدت فتاة أحبها وأريد أن أتزوجها. سألته نوال: هل هي محترمة؟ قال: نعم. هل تحبك؟ نعم. ابتسمت نوال وقالت: إذن ماذا تريد أكثر من ذلك؟ لم تكن نوال تخاف من زوجة ابنها. كانت تتمنى فقط أن تكون إنسانة طيبة. وبالفعل تمت الخطبة، لكن بعد الزواج بدأت المشاكل. كانت زوجة ياسين تشعر أن وجود أمه في حياتهما يسبب لها ضيقا. كانت تقول: ياسين، لماذا أمك تتدخل في كل شيء؟ وكان يجيب: أمي لا تتدخل. لكن مع الوقت بدأت الخلافات تكبر، مرة بسبب الطعام، ومرة بسبب ترتيب البيت، ومرة بسبب زيارة نوال لهما. ثم أصبحت زوجة ياسين تقول له: أنا لا أستطيع أن أعيش وأنت ممزق بيني وبين أمك.
بدأ ياسين يتغير، لم يعد يزور أمه كما كان، وأصبحت مكالماته قصيرة. أما النوال فكانت تشعر أن شيئا ما ينكسر داخلها. في أحد الأيام جاء ياسين إلى بيت أمه، جلس أمامها وكان يبدو متوترا. قال: أمي، أريد منك أن تفهميني. ابتسمت نوال وقالت: قل يا بني. قال: زوجتي لا تريد أن أستمر في زيارتك كل يوم. تغير وجه نوال. قالت: أنا لم أطلب منك أن تأتي كل يوم. أجاب: لكنها تقول إنك تعتمدين علي كثيرا. ضحكت نوال بحزن وقالت: أنا. ثم نظرت حولها إلى البيت الصغير وقالت: ماذا أطلب منك؟ لم يجب. تابعت: هل طلبت منك مالا؟ لا. هل طلبت منك أن تترك زوجتك؟ لا. إذا ماذا فعلت؟ ظل ياسين صامتا. قالت له: يا بني، أنا فقط أريد أن أراك. اقتربت منه، لكنها لاحظت أنه تراجع قليلا. كانت تلك الحركة الصغيرة مؤلمة جدا. وفي النهاية قال: أمي، أريد أن أعيش حياتي. تجمدت نوال، ثم قالت بهدوء: وأنا. أجاب: أنت تستطيعين أن تعيشي حياتك. نظرت إليه طويلا وقالت: أنا عشت حياتي يا بني، عندما كنت أنت تحتاجني. مرت الشهور. أصبح ياسين يزور أمه مرة كل أسبوعين، ثم مرة كل شهر، وفي كل مرة كان يأتي فيها يبقى وقتا قصيرا. كانت نوال تجهز له الطعام الذي يحبه، وعندما يدخل تقول: حضرت لك الكسكس الذي تحبه. فيجيب: لا أستطيع أن أبقى طويلا. فتقول: خذ منه معك. كان يأخذ الطعام ويغادر. بعد أن يغلق الباب تجلس نوال وحدها. كانت تنظر إلى الكرسي الذي كان يجلس عليه ابنها، وتتذكره طفلا. وفي إحدى الليالي شعرت بوحدة شديدة. جلست أمام صورته القديمة وقالت: كنت أخاف أن تكبر وتتركني. ثم ابتسمت بحزن، وكنت أقول لنفسي إنك لن تفعله. في اليوم التالي جاءت جارتها وقالت لها: نوال، لماذا لا تفكرين في نفسك؟ قالت: ماذا تقصدين؟ أجابت: أنت ما زلت امرأة، وما زال أمامك عمر. سكتت نوال، ثم قالت: ماذا أفعل؟ قالت الجارة: هناك رجل محترم اسمه عبد الرحمن، أرمل، يعيش وحده، ويريد الزواج من امرأة محترمة. رفضت نوال في البداية، لكن الفكرة بقيت في عقلها. لأول مرة منذ سنوات بدأت تسأل نفسها: هل يحق لي أن أعيش لنفسي؟ بعد فترة أخبرت نوال ابنها أنها تفكر في الزواج. تغير وجه ياسين. قال: الزواج؟ أجابت: نعم. قال: في هذا العمر؟ نظرت إليه وقالت: وما المشكلة؟ قال: أنا ابنك، كيف أسمح لك بهذا؟ هنا قالت نوال: وأنا أمك، كيف لا تسمح لي؟ غضب ياسين. قال: ماذا سيقول الناس؟ ابتسمت نوال بحزن وقالت: عندما كنت أعمل وأتعب وأربيك وحدي، لم يسألني الناس كيف أعيش. ثم أضافت: وعندما كنت أبكي في الليل، لم يأتي الناس ليواسوني. فلماذا الآن أصبحت حياتي ملكا للناس؟ لكن ياسين لم يتقبل الأمر. قال: إذا تزوجت فلن أزورك. كانت هذه الجملة أشد من كل شيء. نظرت إليه نوال وقالت: هل تهددني يا بني؟ أجاب: أنا لا أهددك، أنا أقول لك ما سيحدث. سكتت طويلا، ثم قالت: اذهب يا ياسين. خرج من البيت، وبقيت نوال وحدها. بعد أيام جاء عبد الرحمن إلى بيت نوال. كان رجلا هادئا ومحترما. قال لها: أنا لا أريد أن آخذك من ابنك. أجابته: المشكلة ليست فيك. قال: هل ما زلت تريدين الزواج؟ نظرت إلى الأرض وقالت: أريد. ثم بدأت تبكي. قال لها: إذن لماذا تبكين؟ أجابته: لأنني قضيت حياتي أخاف أن أخسر ابني. فقال لها: وماذا لو خسرت نفسك بدلا من أن تخسريه؟ كانت تلك الكلمات كافية، لكن خوفها كان أقوى. وفي النهاية اعتذرت منه. قالت: سامحني. ابتسم بحزن وقال: أتمنى لك السلامة. وغادر. في تلك الليلة عرفت نوال أنها ضحت مرة أخرى، لكن هذه المرة لم تضحي من أجل ابن صغير يحتاجها.
بل من أجل رجل أصبح له بيت وحياة وزوجة. ومع ذلك لم يطمئن قلبها. مرت السنوات، وفي يوم من الأيام مرضت نوال مرضا شديدا. اتصلت بابنها. قالت: ياسين، أريدك أن تأتي. قال: أمي، سأحاول. انتظرته ساعة، ساعتين، 3 ساعات، لم يأتي. اتصلت به مرة أخرى، لم يجب. كانت الجارة بجانبها. قالت: هل أتصل بالإسعاف؟ قالت نوال: لا، فقط أريد ابني. لكن ابنها لم يأتي. وفي اليوم التالي دخل ياسين إلى البيت، وجد أمه نائمة. قال: أمي. فتحت عينيها. قالت: أين كنت؟ قال: كانت عندي مشاكل في البيت. نظرت إليه طويلا، ثم قالت: لا بأس، لكن شيئا داخلها تغير. لأول مرة لم تلومه، لم تبكي أمامه، لم تطلب منه شيئا، فقط قالت: اذهب إلى بيتك يا بني. خرج ياسين، وعندما عاد إلى سيارته شعر لأول مرة أن أمه لم تعد تنتظره كما كانت. بعد أشهر جاء ياسين إلى أمه، وجدها قد تغيرت، لم تعد حزينة، كانت تهتم بنفسها، بدأت تخرج مع صديقاتها، بدأت تعمل في مشروع صغير للخياطة، وكانت تضحك أكثر. قال لها: أمي، ماذا حدث لك؟ ابتسمت وقالت: تعلمت أن أعيش. ثم أخبرته أن عبد الرحمن ما زال موجودا. قال: هل ما زلت تفكرين فيه؟ أجابت: نعم. قال: وماذا ستفعلين؟ قالت: سأتزوج. صمت ياسين، ثم قال: وأنا. نظرت إليه، وقالت: أنت ابني، سأحبك ما حييت، لكنني لن أترك حياتي مرة أخرى من أجلك. خفض ياسين رأسه، لأول مرة فهم الحقيقة. أمه لم تكن تريد أن تأخذ منه شيئا، كانت تريد فقط أن تحصل على فرصة لتعيش. بعد زواج أمه لم يقطع ياسين علاقته بها. في البداية كان مترددا، لكن مع الوقت بدأ يرى أن عبد الرحمن يعامل أمه باحترام. كانت أمه تضحك، كانت تخرج، كانت تبدو أكثر راحة. وفي إحدى الزيارات جلس ياسين معها. قال: أمي، أريد أن أعتذر. قالت: على ماذا؟ قال: على كل مرة جعلتك تشعرين أنني أملك حياتك. سكتت نوال. تابع: كنت أعتقد أنني أحميك، لكنني كنت في الحقيقة أخاف أن تتغير حياتي. ثم قال: وأنا لم أفكر في حياتك أنت. بدأت دموع نوال تنزل. قالت: كنت أتمنى فقط أن تفهم ذلك دون أن نخسر سنوات. احتضنها ياسين، وقال: سامحيني. أجابته: أنت ابني، وكيف لا أسامحك؟ ثم قالت له: لكن تذكر شيئا. قال: ماذا؟ قالت: لا تجعل زوجتك تختار بينك وبين أمك، ولا تجعل أمك تختار بينك وبين حياتها. لم يكن ياسين ابنا شريرا، كان ابنا أحب أمه، لكنه خلط بين الحب والتملك. ظن أن كونه ابنها يعطيه الحق في أن يقرر عنها. نسي أنها امرأة لها قلب وأحلام ووحدة، وحق في أن تجد من يؤنسها في بقية عمرها. أما النوال فقد ارتكبت خطأ آخر. لقد جعلت ابنها محور حياتها منذ طفولته، حتى أصبح يعتقد أن سعادتها مرتبطة به وحده. وهنا نتعلم أن الحب الزائد من دون حدود قد يتحول إلى تعلق مؤلم. الأم لا تتوقف عن كونها أمًا عندما يكبر أبناؤها، لكن الأبناء أيضًا يجب أن يفهموا أن أمهاتهم وآباءهم ليسوا ملكًا لهم. من حق الابن أن يبني بيته، ومن حق الأم أن تعيش حياتها، ومن حق كل إنسان أن يجد من يحبه ويحترمه دون أن يطلب منه أن يختار بين الأشخاص الذين يحبهم. وأحياناً، حين يختار الابن حياته بطريقة أنانية، لا يخسر أمه لأنها توقفت عن حبه، بل يخسر قربها لأنه لم يعرف كيف يحترم حياتها. والآن أخبروني، لو كنت مكان ياسين، هل كنت ستوافق على زواج أمك بعد أن كبرت وأصبحت تعيش وحدها؟ أم كنت سترفض خوفاً عليها؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات، واشتركوا في قناة حكايات من الحياة، لأن وراء كل حكاية درساً قد يغير نظرتنا إلى الحياة.